هذا رقم 4 اللي كان مع برادة هو اللي يصلح تسلل. إذا اللاعب العربي يسجل الهدف بعد انزلاق ديال برادة. خصنا نسجلو. ممتاز. الطريقة العارضة غتكون يكون أسوأ سيناريو في نهاية الشوط الأول. اللي يسجل الهدف ياسين بامو. كما قلت قبل ما يدخل المقابلة قلت اللي غيسجل الهدف أحد اللاعبين اللي كانوا جالسين في كرسي الاحتياط ومن بيناتهم ياسين بامو اللي حكيت عليه الشيء الكثير، لأن اللاعب مع فريق نونت في الدوري الفرنسي من اللاعبين الجيدين وتنقلها وتنصدر عليها 4 ديال المرات. ياسين بامو هذا اللي لعب 6 ديال المباريات الأساسية هذا الموسم، سجل 3 أهداف مع فريق نونت الفرنسي، تسجل في هذه الأمسية الهدف الثاني لفائدة المنتخب المغربي اللي كنا جميع في امس الحاجه لهذا الهدف اللي يمكن يحرر اللاعبين وايضا الجمهور. الجمهور باقي تيساند، باقي تيشجع الفريق ديالو، عمرو ما شك في هذه المجموعه. والدخول ديال ياسين بامو كما قلت دخول ايجابي.